السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل سلطه فواكه، طبعا باي حاجه موجوده عندك في الثلاجه. انا هعمل باللي موجود عندي، هعمل فراوله ودي طبعا الاساس بتاعنا، معاها تفاح، معاها موز، ومعاها مانجا طبعا اذا كان عندك مش موجود خلاص، ومعاها مكون جديد فيها في سلطه الفواكه، بلح. طيب ومعانا ايه؟ هنعمل كمان معانا شويه فراوله صغيرين، عليهم ربع كوبايه ميه بمعلقه عسل. بس كده، بس كده. طبعا انا هقطع الحاجات دي، وهنقطع الحاجات دي وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. وهضرب طبعا الفراوله اهي عليها نص كوبايه ميه بس عشان الخلاط يدور. وهنحط اللي عايز يحط طبعا سكر يحط بس معلقه، واللي مش عاوز خلاص انا هحط بس معلقه واحده. طبعا انا بقطع قدامكم يا جماعه عشان تشوفوا الطريقه، وبعد كده انا هكملها بقى وارجع لكم تاني. كده يا حبايب قلبي عملنا السلطه باسهل طريقه. حطينا فيها فراوله، حطينا فيها مانجا، حطينا فيها موز، حطينا فيها تمر اللي هو البلح. طبعا لو ما عندكش مانجا ما تحطيش عادي. وضربنا شويه فراوله في الخلاط بمعلقه عسل وربع كوبايه ميه. ممكن تستبدلي الفراوله ديت بالعصير ده، ممكن تعملي مانجا عادي جدا. اظن مفيش احلى ولا انضف ولا اجمل من كده. سلطه فواكه لاولادنا جميله جدا وطعمها رائع. يا رب تكون الحلقة خفيفة وجميلة وتنول رضاكم. ما تنسوش اللي بيخش يا جماعة يشاهد يحط اللايك.